بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة الذي علم المتعلمين. حبيبنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنه الصحابة: والله إنا لنعرف حجرا في مكة كان يسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله. إن أفضل لحظة أيها السادة الكرام تدخل السرور على قلب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن يرى أمته في رباط وفي قوة وفي إيمان ويقين. إن أفضل لحظة تدخل السرور على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن يرى أتباعه في تواد وتراحم، وينظرون إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الكفاحية أو حياة الكفاح في نصرة دين الله. انظروا إلى شهر رمضان المعظم، هذا الشهر الكريم حدث فيه 10 من رمضان، عندما عادت كرامة الجند المصري وعادت كرامة الجند العربي، وانتصر أهل الإيمان والتقوى على أهل الشرك والضلال. انظروا إلى فتح مكة، إلى غزوة بدر، الكثير من الغزوات التي حدثت في شهر رمضان المعظم. والأكثر من ذلك أن هذا الشهر الكريم نزل فيه القرآن على قلب خير خلق الله. أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه، أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه، بأمير علمه الله لم يرقى نبي مرقاه، أكرم من جاد ومن أنعم، أفصح من قال ومن علم، أصدق من كبر وعظم، أصدق من كبر أو عظم. يا ليت بني سعد تسعد بضياء من نور محمد، قد جاء وليدا يتهدد وسط ارتعافنا وترشد، قد جاء وليدا يتهدد وسط ارتعافنا وترشد، واليوم لئن مسلم نسلم يا ليت بني سعد تعلم بمقام محمدنا الأكرم، واليوم لئن مسلم نسلم يا ليت بني سعد تعلم بمقام محمدنا الأكرم، بمقام محمدنا الأكرم. أرحب بحضراتكم وأرحب بضيفنا العالم الجليل الأستاذ دكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. مرحبا بك معالي الدكتور. أهلا ومرحبا بك. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور أنت محمد. بخير وصحة. دكتور محمد، كلما هل علينا شهر رمضان هلت علينا الخيرات والبركات والنفحات والانتصارات. نعم. نرى أن حرب 73 عندما عادت كرامة الجندي المصري وعادت سيناء إلى أحضان مصر الغالية، عندما ننظر إلى غزوة بدر، عندما ننظر إلى فتح مكة، عندما خرج الرسول ثم عاد إليها، يقول لنا هذه هي السماحة، وهذا هو الحب، وهذا هو التراحم، وهذا هو التواد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم، فيا أيها الإخوة المؤمنون المسلمون، رمضان أيام النصر،
أيام الانتصار على النفوس بداية صحيح. بتهذيبها وتهذيب السلوك وتحويل كل الصفات السلبية فيها إلى صفات إيجابية. نعم. فهو نصر على النفوس وعلى الشرور وعلى الآثام. ورمضان هو أيضا أيام النصر في ساحة الجهاد ضد أعداء الأمة وأعداء الوطن وأعداء الدين. وفضلتك ذكرت فتح مكة وذكرت قبل ذلك غزوة بدر. نعم. المتدبر بعقله وبحقائق التاريخ إلى غزوة بدر يجد أنها كانت حدثا فاصلا في تاريخ الإسلام صحيح. وتاريخ الدعوة. انتقلت الدعوة وانتقل الإسلام بعد غزوة بدر إلى التمكين وإلى بدايات التكوين لمجتمع المؤمنين، وبدأ يكون لهذا الكيان المستضعف وجود معترف به ووجود يكون في الدولة والمجتمع على أساس الإيمان وعلى أساس القرآن وعلى أساس الدين الجديد. فهكذا تحول المجتمع من حالة ضعف والذلة والهوام بعد بدر إلى الإحساس بأن هذه الفئة المستضعفة ماذا صنع بها الإيمان؟ أنه حولها من الذلة والضعف إلى القوة. صحيح. ووضعها على طريق التمكين والتكوين الإيماني لهذا المجتمع في المدينة المنورة. صحيح. وصدق الله العظيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صحيح. هكذا يصور القرآن حال المسلمين قبل غزوة بدر، وكيف أن هذه الغزوة أيد الله سبحانه وتعالى، أيد المؤمنين بنزول الملائكة ونزول سيدنا جبريل يقاتلون في صفوف المسلمين، وكيف أن النصر الربانية كانت جلية واضحة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى. الله أكبر. فهذا الإحساس جعل المؤمنين يعني يكون عندهم اليقين التام، والبشرية كلها في مجتمع الجزيرة أصبحت تنظر إلى أن هذا النبي هو نبي مرسل من عند الله، أن هذه معجزة حدثت. القراءة العسكرية، قراءة الأرقام وميزان القوى، لا يعطي النصر بحال من الأحوال، لا يعطيه للمسلمين لهذه الفئة الضعيفة القليلة. هذا الحدث كان فاصلا في تاريخ الإسلام والدعوة، وحدث في رمضان. يعني حين ننظر إلى 17 رمضان نجد أن حدث غزوة بدر كان في هذا الزمن في السنة الثانية من الهجرة. تمر الأزمان ويكون الحدث الفاصل الثاني في تاريخ الدعوة من حيث تمام النصرة هو فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد 6 سنوات من غزوة من بدر. غزوة بدر كان فتح مكة. صحيح. في 20 رمضان السنة الثامنة من الهجرة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تسيد الموقف وتحول الحال. الذين آذوه وبالغوا في إيذائه وإيذاء الصحابة وطردوه وحاولوا قتله وبالأمس، اليوم هم يرون أنه قد جاء متسيدا في هذه الآلاف التي جاءت معه في فتح مكة صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم يظهر عظمة ذلك الدين، أنه لا يعرف التشفي، وأن هذا الدين إنما له مقاصد سامية في إنقاذ الإنسان، وأن الجهاد في الإسلام ليس قصده البحث عن الثروات أو السلطات أو التملك، ولكن يعني إنقاذ البشرية وتوجيههم إلى الله عز وجل بعيدا عن الأصنام والشركيات وهذه الأهواء وهذه الأخطاء والخرافات. فكان النبي وهو يدخل مكة